السلام عليكم خوتي متتبعين جريدة المملكة برز داخل الوطن وخارج الوطن. هنا رسالة للسيد الولي الله يجازيك بخير. هذا نادي المسنين اللي كان في سيديوس اللي تدشن اكتوبر 2022 والقيمة ديال المبلغ اللي باش قام هو 5 مليون ديال الدرهم. هنا تنشوفوا تبع المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تنعرفوا هذا راه سيدنا الله ينصرو الله يعافيه. بنا تنشوفوا ما مستافدين منه هاد السكينة. هاد المبنى الدار بأنه تنشوفوا فيه قاعة رياضية وفيه قسم ديال محاربة الأمية وفيه مسجد. هنا تنشوفوا ما مستافدين منها. نشوفوا هادشي كي كان نهار تدشن. ها هو كتيبان لينا هنايا دار المسنين، وما بعد واحد 50 خطوة ولا 60 خطوة كاينين الناس المسنين تيلعبوا في الشارع. وكاينه واحد اللائحة كارهة حتى تعرف هذوك الناس مرض بالسكر تيقضيو حوايجهم بجنب الحيط وغادي نمشيو نشوفوها وغادي نبينوا الحق. هذه دار المسنين، هذه في سيديوس. ها هي هنا فين كاين نادي المسنين، راه فين كاينين الناس الله يحسن عوانهم. ها تنشوفوا هذا الحيط راه حداهم هذا السبيطار راه في حاشاكم تيقضيو حوايجهم الله يحسن عوان فيهم السكر هنا. وما مستافدين بهاد دار المسنين، هاد نادي المسنين اللي تقام بواحد المبلغ. ها انتم شوفوا هنا ها ما يرحداهم كيفاش بيكون مساكن بهذه الريحه وهكا وتيلعبوا. نادي المسنين ما مستغلينش. هادو اللي خصهم يستغلوا هذاك النادي، اولا كانت شي جهاز مسؤوله ولا تجي توتر هاد الناس تعطيهم وتنجهم وتديهم لهذاك النادي. الا كان هذاك النادي فيه شي مجتمع ولا كان شي مؤسسه ولا كان يجيو لهاد الناس يعطروهم. لا ما عارفين يعطروا هذا باش بيقبض هذيك المؤسسه. نطالبوا السيد الوالي والمجتمع المدني ديال سيديوس يراعي لهاد الناس. مني كاين نادي المسنين يستافدوا فيه هاد الناس هما الاولين. علاش ما يستافدوا فيه؟ هو دشن في 2022 اكتوبر وبواحد المبلغ 5 مليون وهما جالسين في الشارع تيقضيو حوايجهم جنب الحيط ليه. اما كما نقولوا ها هو ما بعيد والو 60 خطوه. الله يجازيكم بخير الناس المسؤولين ديال مراكش اللي مكلفين على هذا النادي المسنين راه خصو يستافدوا فيه هاد الناس، ماشي تقبتوا جهاز معينه وتسد عليه وتبدا تلعب كيف بغات. ها الواقع تنبينوا، ها الواقع ها هما المسنين. راه هو فين كان نادي المسنين في سيديوس بن علي. راه حشومه يكون هذا النادي في سيديوس. رساله السيد الولي الله يجازيك.